تتوقف عن السعي مهما حدث. جاهد واسعى لهدفك في الحياة بكل جدية، حتى لو كانت خطواتك بطيئة وصعبة، ولا تبالي للنتيجة. أنت مسؤول فقط عن السعي وليس النتيجة، فالنتيجة اختص بها رب الخير، رب الخير الذي لا يأتي إلا بالخير. وطالما أنك تسعى وتحاول الوصول فتصل، وسيكرمك الله ويفتح لك كل الطرق. اهلا البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد. كما راكم تشوفوا معايا جيتكم فيديو مسائي. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. فيه بزاف وصفات يعني ما غاديش تندموا. كملوا لا فيديو حتى التالي. وفيه تاني وصفه العرايش والصابلي، كريمه الزبده تاع الصابلي، يعني درت لكم كل شيء في هذا لا فيديو. تسمى كملوا لا فيديو حتى تالي باش تدو بزاف افكار وتدو بزاف وصفات ومقادير مضبوطه. ونقول لكم حبوباتي اللي اول مره راهي في القناه، نقول لكم ما تنساوش تخلوا لي لايك واشتراك في القناه هكا باش يوصلك كامل الجديد. الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم بدلت فيه المحتوى تاعي ماشي بدلت مي يعني درت الوصفات اكثر من الروتينات كما تعرفوني انايا بالروتينه تاعي. اليوم على حساب طلب البنات في الانستغرام كاع قالوا لي ديري لنا فيديو كاع هذا ونكتب المكتوب، وجيت نحط لكم وصفه العرايش والصابلي. هنا حبوباتي كنت في الليل درت هاد البسكوي باش نتقهوى بها في الصباح كما شفتوا معايا. كانوا عندي غير 3 حبات بيض درت بهم بسكوي، ولا كما نقولوا تجي ناشفه كما سموه لي البنات، والله لا راح لي كروكي، جاي كيما الكروكي البنه تاعه. المهم درت 3 حبات تاع بيض، درت كاس تاع زيت وكاس تاع حليب وكاس تاع سكر مفروغ منها وقرصه تاع ملح، وطلعته شويه بالباتير ولا بالفوي كيما تبغوا حبوباتي. من بعد ديجا غادي تلموا العجينه تاعكم. ومن بعد كاينه تضيفوا الفارينه والخماره وديروا تاني الكاكاو، يعني ماشي اوبليجي، اذا عندكم ديروا اذا عندكم ما ديروش. وكما شفتوا العجينه تاعي كيفاش كانت. دهنت المول تاعي ودرتها في المول، عبصتها كيما شفتوا. درتها بالكارفو هكا باش ما تتفخليش بزاف. وهنا تزيين اختياري، كانت عندي شويه شوكولا درتها، وكان عندي كاوكاو هذا الفيغ فو كاوكاو ايا فو بيستاج عفوا فو كاوكاو ما ديروش عليا البنات راني مريضه. المهم حبوباتي هنا مع الصباح شاركت معكم القهوه تاعي، وهنايا كانت عندنا كنا دايرين صديقه، قلت والله غير نشارك معكم، يعني خرجوا شويه طعام زلايف للجوارين وكاع ولا فامي اللي قريب لينا. المهم خرجنا زلافه تاع الطعام كيما شفتوا. هنا كنا نقالوا على البزاز باش يجوا يدوا لديارهم، وهنا شاركت معكم الزلافه تاعنا. احنا نبغوها هكا بالخضر الله واللحم والحمص والزبيب، دائما توجور نطيبوه مع بعض تجي واحد البنه يا البنات ما تامنوش عقلكم. المهم هنا وجدت القش تاع الزوج باش يروح يصلي الجمعه تاعه. ومن بعد كينا دوشت هنا شاركت معكم شويه تاع لي برودوي اللي راني نستعملهم. بون كاليدير نتاع شامبو ابري شامبو، وهذا غراسيسيا البنات ما تامنوش عقلكم سي ليما. شوفوا يرجع لكم شعركم رطب حديد. شوفي كي دوشيت ابليكي الابخي شامبو تاعكم بعد كي تشليه ديريه في شعرك وهو شعرك هكا مشمخ. ومن بعد كينا لمي شعرك عادي كي تروحي للدار نشفي شعرك. شوفوا يرجع شعركم حرير جربوه يا البنات، هذا غراسيس بزاف شباب. المهم تاني عجبني من تاني جاي رخيص، نورمالمون يدير 60000. المهم هذا ماشي اشهار ولا بالدراهم ولا، انا عجبني جيت نشاركها معاكم. كما تعرفوني حبوباتي حاجه اللي تعجبني نجي نشاركها معاكم. هنايا البنات عجوزتي كانت دارت البغرير شاركت معاكم وكملت عليها انا طيبته. ونروحوا للقاطو تاعنا. هنا حبوباتي كما شفتوا على بالي العنوان هو اللي اتيراكم باش تدخلوا كاع. بالنسبه لمشروع الحلويات البنات، هل زعما هو ناجح في الجزائر ولا لا؟ كاين بزاف بنات في الانستغرام قالوا لي كيفاش راكي طيبي وانتي في دار العائله، كيفاش راكي ديري الكاطو منا، اسكو يهضروا اسكو ما يهضروش. المهم راكم عارفين الهضره هذيك. المهم حبوباتي بالنسبه لي انا الخدمه ما عنديش كل يوم ولا كل سيمانه، يعني خطره في بوزمان تجيني الخدمه.
واصلا انايا مانيش من لو جوغ هذاك اللي يطلع كل يوم وفهمتوني. تما مانيش دائما نطلع باش تجيني الخدمه وكاع. عندي باجا تاعي في الفيسبوك، خليها لكم في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت، سبيسيال تاع الكاطو، اللي بغات تدخل مرحبا بها. عندي في الفيسبوك بزاف بنات ديجا ما عندهمش انستغرام وكاع، تما غادي نعطيكم لاباج تاعي تاع فيسبوك اللي فيها الكاطو. فوالا. كما قلت لكم مانيش دائما يعني ماشي دائما نخدم الكاطو، ماشي كل يوم عندي لي كوموند وكاع، على بها تما ما نغبنش. كما شفتوا معايا هنايا حبوباتي، كانت عندي هاد الصابلي وكان عندي هاد العرايش، كوموند تاع عروسه، كانت عندي 100 حبه في 100 حبه. وهاد العروسه يا البنات راهي متابعه معاكم وصاحبتي تاني، تما راهي تشوف لا فيديو من هذا المنبر. نقول لها مبروك عليك الزواج وربي يهنيك ان شاء الله في حياتك. المهم نروحوا للوصفه تاعنا والمقادير والسعر البيع كل شيء غادي نخليه لكم مع التالي نهضروا عليه. بالنسبه للوصفه تاعنا درت حوالي 700 غرام تاع ما بين الحسل والسمن وكيلو تاع فرينه، ودرت معاها قرصه تاع ملح ومزيج بين الماء والماء زهر تاني كيله، ولا تنجموا كيلو بالكيله. يعني اذا بغيتو كونتيتي كبيره غادي كونتيتي صغيره غادي ديروا كيله تاع سمن مع 3 كيلات تاع فرينه وكيله نصها ماء ونصها ما زهر. نورمالمون تكونوا فهمتوني هكا. بالنسبه لسؤالكم حبوباتي اذا الكاطو فيه الربح ولا ما فيه، بالنسبه للكاطو حبوباتي عرفوا كيفاش تشروا الصوالح، عرفوا كيفاش تشروا من عند اللي يبيعوا زعما صوالح رخاص وكاع. الكاطو راه فيه الربح مي ظهرك يطيب، يعني قد ما فيه الربح وفيه بصح ما تامنوش عقلكم في التعب اللي فيه. يعني يتعب الكاطو هذا بزاف بزاف. تما الواحد كي يبدا بالكونتيتي الصغيره ومن بعد كي يعود روحه عاد باش يبدا يشد لي كوموند الكبار. وبالنسبه للمشروع هذا الماكيتات في البيت اللي ما عندهم والو يخدموا الكاطو، كاين اصلا كاين اللي خدامات وكاين اللي يقروا، ومن يجوا يعني يخدموا الكاطو تاعهم عادي، سيختو العزبات يعني يقروا ويجوا للدار يخدموا. وهذه هي الواحد المهم يسعى. وبالنسبه للماكيتات في البيت واللي يكونوا امهات عندهم الولاد وكاع، على بالي بلي هذا المشروع جاي شويه ثقيل عليكم ما تنجمولاش باسكو فيه التعب ويدي الوقت. سيرتو الكاطو تما كي تخدمي صابلي وطيبيه تعاودي تكلاصي تما يدي لكم شويه وقت، سيرتو في النهار 2 سوايع 3 سوايع 4 سوايع في النهار. على بها مليح هذا المشروع، يعني الماكينات في البيت يكونوا هكا عزبات ولا عاد متزوجات صغار. ولا انا هكا عندي اياد ولدي كاع هكا ويغبني على بها ما نشدش زعما لي كوموند بزاف وكاع خطره في بوزمان. وبالنسبه انا اغلب لي كوموند اللي نخدمهم يعني اللي نشدهم دائما نخدمهم في الليل، باسكو عليه في الليل يكون ولدي راقد، نكون قاضيه كاع صوالحي ما عندي والو، تما نخدم كاع كاطويا في الليل وغدوه الصباح يبقى لي نكلاصيه. ولا على بها الواحد اللي ينظم وقته وصاي. كي تكون عندك البزوز ولا تنجمي حتى ترقديهم يعني في المقيل ولا في الليل. فوالا. وانايا زعما مديسيديا نخدم توجور في الليل، هكا يكون ولدي راقد نكون خادمه كاع صوالحي دايره عشايه مكمله كاع صوالحي، نخدم الاز وحدي تكون عندي الكالم وكاع ونخدم الحاجه شابه. المهم حبوباتي بالنسبه للكاطو تاعنا نسيت ما قلت لكمش في العجينه درت 30 غرام. انا الاولى كنت دايره 33 من كاع نقصت منهم باسكو جاوني شويه كبار. وفي يعني في ديروا حوالي 18 غرام على حساب المول تاعكم. كاين مول كبير ديري حتى ديري 35 في العجينه و20 في العقده، والمول هذاك الصغير ندير فيه انايا 30 في العجينه و18 في العقده. وبالنسبه للطاليه حبوباتي ما كاش لي ما يعرفهاش، ديري كاس تاع زيت، كاس تاع حليب، كاس تاع مازهر، ونص كاس تاع ليم. واللي يبغي الليم بزاف يعني هكا يبغي الحموضه يدير كاس تاع ليم وملون ابيض. ونكملوا نخلطوا كامل هاد المكونات مع مليح مليح، ومن بعد كينا نحطوهم بالتدريج في السكر تاعنا حتى تشوفوا كما شفتوا القوام يكون شويه ثقيل. وهذه هي هنايا بالنسبه لكريمه الزبده تاع الصابلي. هاد الكريمه الزبده بزاف بزاف بنينه، على بها شاركتها معاكم. شوفوا ديروا كاس تاع شونتي مع كاس الا ربع تاع شونتي مع 250 غرام
تاع دهان وديروا 2 مغارف كبار تاع شوكولا تغسيني، وكملوا خلطوا هاد المكونات مليح مليح بالباتير حتى تشوفوا القوام تاعكم يعني يزيد يعني يطلع لكم الكونتيتي تكتر. والبنه ما تامنوش عقلكم البنات. ونسيت تاني ما قلت لكمش ديروا تاني نص كاس ولا كاس تاع سكر غلاس. فوالا، وهذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. وصلنا لنهايه لا فيديو حبوباتي، وكما قلت لكم اللي بغات تبدا في المشروع تاعها يعني ما تفشلش، على بالي نهار الاول ما غاديش يجوها الزبائن وغادي شويه تصعب عليها الحاله، مي بشوي بشوي حتى تتطور يعني الخدمه تاعك ويولوا يجوك الزبائن ويتكبر الباجه تاعك ولا يكبر المشروع تاعك غير بشويه. يعني لازم الواحد يصبر باش ينال، ما غاديش تجي الحاجه يعني واجده. ودركا ما بقى لي نقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.